تاريخ ونجاح كرة القدم المغربية بالتفصيل الدقيق. البدايات بعد الاستقلال في 1956 1969. من بعد ما حصل المغرب على الاستقلال السنة ديالو في 1956 تأسس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم. الهدف كان واضح: بناء منتخب وطني قادر يمثل المغرب افريقيا وعالميا. اول مشاركة رسمية للمنتخب المغربي كانت في كأس افريقيا للأمم 1972، لكن قبلها المغرب كان كيلعب مباريات ودية ومشاركات إقليمية لتكوين المنتخب. هذه الفترة كانت صعيبة حيث الكرة المغربية كانت ناشئة والموارد محدودة والبنية التحتية قليلة والمدربين المحليين قليلين واللاعبين الموهوبين كيتعلموا بشكل غير منظم. لكن على الرغم من الصعوبات بداو كيظهروا بعض النجوم اللي غادي يكونوا لاحقا رموز الكرة المغربية. الظهور العالمي لأول مرة كأس العالم 1970. في 1970 المكسيك المغرب شارك لأول مرة في كأس العالم، لعبوا ضد بلغاريا بيرو ألمانيا الغربية. حقق المغرب أول تعادل إفريقي في المونديال ضد بلغاريا 1-1. رغم الخروج من الدور الأول، هذه المشاركة كانت بداية الاحتكاك العالمي. هذا الظهور خلى الكرة المغربية تبان على الساحة العالمية وفتح الطريق للمشاركات المستقبلية. الإنجاز القاري كأس أفريقيا 1976. في 1976 تونس المغرب حقق أول لقب إفريقي في كأس أفريقيا للأمم. المغرب جمع بين التنظيم الدفاعي والقوي والمهارات الفردية. في الدور النصف النهائي والنهائي المغرب أظهر قوة كبيرة أمام فرق كبيرة إفريقية بحال غانا وغينيا. هذا اللقب عطى المغرب الثقة وأكد أن الكرة المغربية قادرة على المنافسة القارية. هذه الفترة كانت بداية التركيز على تطوير الفرق الوطنية مع الانتباه للموهبة المحلية. رابعا، تمانينيات، تأكيد على المستوى العالمي. في 1986 المكسيك والمغرب حقق إنجاز تاريخي آخر: أول منتخب إفريقي وعربي كيتصدر مجموعة ديالو في المونديال. تأهل دور 16 وفاز على البرتغال بالاعتماد على تنظيم دفاعي ممتاز رغم الخروج ضد ألمانيا. هذا الإنجاز كان تاريخيا. المغرب وصل للعالمية بصبغة دفاعية وعقلية قوية. هنا بدا المغرب كيعطي أهمية كبيرة للتخطيط التكتيكي وتطوير اللاعبين مهنيا ونفسيا. خامسا، التسعينيات وبداية الاحتراف. من بداية التسعينات وكرة القدم المغربية دخلت مرحلة الاحتراف. تأسيس أندية قوية: الرجاء والوداد والجيش الملكي مع تنظيم البطولات الوطنية. إرسال لاعبين لأوروبا. بزاف من المواهب المغربية بداو كيلعبوا في الليغا الإسبانية، البطولة الفرنسية وغيرها. هذه الخطوة ساعدت في رفع مستوى اللاعبين حيث الاحتكاك بالدوريات الكبرى عطاهم خبرة كبيرة. رغم هذا المنتخب الوطني عرف صعود ونزول وما قدرش يوصل لإنجاز عالمي كبير هذه الفترة. في 2010 2018 المغرب بدا كيخدم على المشروع طويل المدى. التركيز على الأكاديميات. أكاديمية محمد السادس مثال مهم. تكوين المدربين. المغرب بدا كيستثمر في المعلمين والمدربين الشباب مع دورات تدريبية عالمية. تطوير الفئات الصغرى، فرق تحت 17 سنة وتحت 20 سنة لتكوين لاعبين متكاملين. هذا العمل بدا كيعطي نتائج على المستوى القاري. المغرب ربح كاس افريقيا للمحليين 2018، بطولة مخصصة للاعبين المحليين، وهذا كيبين ان التكوين الداخلي بدا كيجيب النتيجة. سابعا، الانفجار العالمي. كاس العالم 2022 مونديال قطر 2022 كان النقطة الكبرى في النجاح المغربي. المغرب وصل نصف النهائي لأول مرة في التاريخ. فاز على إسبانيا ب3-0 في دور 16 وعلى البرتغال 1-0 في ربع النهائي. احتل المركز الرابع عالميا، أفضل نتيجة لأي منتخب إفريقي وعربي في التاريخ. السر هنا ما كانش غير لاعبين موهوبين بل تكوين طويل المدى للمنتخب، مدرب واعي وليد الركراكي جمع بين الانضباط والتشجيع. ثالثا، عقلية الفوز بدل المشاركة فقط. رابعا، دعم البنية التحتية والتخطيط الإداري من الجامعة الملكية. ثامنا، الاستمرارية بعد 2022. من بعد مونديال 2022 المغرب ما وقفش. المنتخب النسوي شارك لأول مرة في كأس العالم 2023، الأولمبيك 2024 باريس، أولمبيات 2024 باريس. المغرب ربح الميدالية البرونزية. كأس العالم للشباب 2025-20 المغرب توج بطل العالم لأول مرة. المنتخب تحت 17 سنة فاز بكأس إفريقيا للفتيان. نتيجة: المغرب صار عنده مشروع كروي شامل من الصغار حتى الكبار، رجال ونساء وشباب وكبار. سر النجاح المغربي. النجاح المغربي ماشي غير صدفة بل نتيجة تكوين مبكر من الأطفال حتى الفئات العليا،
البنية التحتية الحديثة، ملاعب، أكاديميات، تجهيزات تقنية، العقلية والتخطيط. كل منتخب، كل فريق عنده خطة طويلة المدى. الاحتكاك الدولي، لاعبين المغاربة في الليغا الأوروبية والبطولات الكبرى. الدعم الرسمي، الجامعة الملكية، الحكومة والقطاع الخاص. الأرقام الأخيرة كتشهد سلسلة انتصارات دولية متتالية، 19 فوز متتالي حتى 2025. ألقاب متنوعة لكل الفئات، شباب، نساء، أولمبيين. أفضل مركز عالمي، نصف نهائي كأس العالم 2022. الخلاصة كتقول كرة القدم المغربية نجحت حيث الموهبة كانت دائما موجودة، ولكن العمل المنظم هو اللي صنع الفارق. جوج، المغرب استثمر في الطفل الصغير، الأكاديميات والمدربين. ثالثا، العقلية الوطنية تبدلات من المشاركة فقط إلى الفوز العالمي. رابعا، الدعم الإداري والبنية التحتية سمحت بالاستمرارية والنجاح المستدام. اليوم المغرب ماشي غير منتخب وطني، بل قوة كروية عالمية حقيقية، مثال أي بلد إفريقي أو عربي باغي يطور كرة القدم بطريقة متكاملة. هنايا الإخوان كنكون وصلنا لنهاية المقطع. إذا كان الفيديو عجبكم ما تنسوناش باللايكات ديالكم، كومنتيراتكم، اشتراكاتكم، والفرصة آخرة إن شاء الله.